عمرك تخيلت إن الشحات اللي بتديله 5 جنيه ده يكون نصاب؟ أكيد سمعت عن شحاتين عندهم أملاك وعقارات، وأكيد قلت لنفسك بصوت مدحت شلبي: شحات مين ده؟ احنا اللي شحاتين. عارف إن في منهم كتير نصابين، إما كانش معظمهم. وفاكر مرة وأنا في إعدادي اديت شحات مصروفي كله عشان وأنا راجع أشوفه بيفطر فطار قيمته حوالي 4 أضعاف قيمة مصروفي، وفي مطعم فخم. فحسيت نفسي ساعتها إني طلعت مغفل. بعدها جت عليا فترة كنت ما بتعاطفش مع أي شحات، وخصوصا إن أنا ما بحبش حد يستغفلني. بس مع مرور الوقت ولما وصلت لمرحلة النضج، وبعد ما عرفت إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرد السائل، وإن الصدقة دي أنا محتاج ثوابها أكتر من احتياج اللي بيطلبها لقيمتها المادية، نظرتي اتغيرت للموضوع. بقيت ما عنديش مانع إن أطلع مغفل 99 مرة، في حين إن أساعد حد محتاج مرة واحدة بس. ما عنديش مشكلة الصدقة تروح لمحتاج غلط 1000 مرة، في حين إنها تروح لحد مستحق الصدقة دي مرة واحدة بس. لأن بجد أصعب شعور هو مد الإيد للغير، وخصوصا إن التسول ده ممكن يكون آخر باب للمحتاج قبل ما يدق باب الشيطان ويمشي في طريق الحرام. عارف إن اللي محتاجين بجد معظمهم عنده عزة نفس، زي ما وصفهم القرآن: تحسبهم أغنياء من التعفف. بس بجد في حاجات كتير تجبر الإنسان إنه يتخلى عن جزء من كرامته، وخصوصا في عصرنا ده، أقلها الجوع. تخيل نفسك أب معكش علاج لابنك، متخيلة نفسك أم معهاش تأكل أولادها. تخيل كام سيناريو ممكن يجبر الإنسان إنه يمد إيده بالسؤال، وتخيل كام سيناريو ممكن يحصل لو الباب ده اتقفل برضه في وش الناس دي. ممكن يلجأ للسرقة والنهب، ولو بنت ممكن تلجأ للدعارة. ففكر تاني قبل ما تشوف حد وتحكم عليه إنه نصاب أو بيمثل، لأن في الآخر إنما الأعمال بالنيات، والأجر واحد هو لو الصدقة راحت لمستحق أو غير مستحق، طالما انت عملت عليك وحاولت على قدر الإمكان توصلها للمستحق الحقيقي. وبجد إنك تطلع مغفل 1000 مرة أحسن من إنك تخدم المحتاج بجد مرة واحدة.